يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الحلو بتاعنا لذيذ وحلو جدا. هنعمل طارت الكنافه بطريقه بسيطه واقتصاديه كمان جدا وخفيفه وطعمها زي العسل. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده هنعمله بالكريمه. وهقولك كمان على بدايل كتير جوه الفيديو. خليكي معايا وتعالي بقى نشوف. اول حاجه المكونات. انا معايا يا بنات كنافه. تقدري تستخدمي نص كيلو، ربع كيلو، طبعا على حسب ايه حجم الصينيه اللي انت هتعمليها. لو اصغر صينيه انت هتعمليها في الطقم اللي هو بتاع الصواني البيتزا ده، فبياخد يا دوبك بس ايه 300 جرام من الكنافه عندي كانت في الفريزر ف ساقعه. فتطلعيها كده من الفريزر وتفتتيها بايدك كويس جدا. هنحط عليها ايه يا بنات؟ هنحط عليها شوية كده من السمنة، وهنفتتها كويس جدا، او هندعك السمنة بالكنافة كويس جدا علشان الكنافة تتشرب كل السمنة بتاعتنا، وكمان تقرمش يعني معانا. نيجي بقى يا بنات، مادام الكنافة بتاعتك في الفريزر فانت تقدري تحطي كده ظرف فانيليا على السمنة اللي انت هتحطيها على الكنافة. انا معرفش الخطوة دي راحت فين، بس انت حطي ظرف فانيليا على السمنة، وحطي بقى السمنة على الكنافة بتاعتك. هتيجي بقى تدهني الصينية بتاعتك كويس جدا، وبعدين بقى ترصي الكنافة بالشكل اللي انت شايفاه ده. ترص الكنافة في قعر الصينية. وفي الحوافي عايزين نعمل ديسك من الكنافة يكون قعر كده وليه ايه بقى، وليه حوافي زي ما انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو. الكنافة مادام في الفريزر يا بنات فهي بتتكبس جامد كده. يعني ايه، ما تقلقيش وتقولي ان انا حاطه كميه كبيره، لا، اول ما بتستوي بتهبط. والطبقه الكتيره او اللي انت شايفاها ان هي كبيره فبتهبط وبتكون ديسك يعني كده مظبوط. زي ما انت شايفه كده يا ست الكل، بقى بايدك باي اداة كوبايه او باي حاجه. انا بستخدم ايدي، وممكن اروح اغسلها، وبعدين ارجع انضف الصينيه، انضف حواليا، وبعدين برجع استخدمها بقى على نظافه. زي ما انتوا شايفين انا حطيت في الاول الكنافة ورصيتها كويس جدا، عملت ديسك وعملت حوافي زي ما انتوا شايفين. وتفضلي بقى ترصي او تضغطي في الصينية بتاعتك علشان يطلع الديسك معاكي مظبوط والحوافي بتاعتك مظبوطة. زي ما انتوا شايفين تقريبا انا هنا رحت غسلت ايدي ورجعت عشان اقدر اسويها واحوش كل ايه. دايما تعرفوا يعني اللي هي الكنافة وتبقى متنطورة كده على الصينية والحركات دي، فعلشان اعرف اسويها كويس. شايفين يا بنات الفرن بتاعتي طبعا سخنة، درجة حرارة عالية. وهحط الصينية في الرف كده اللي قرب الصاجة. تاني رف كده لمدة بقى ايه لحد ما تلاقيها حمرت من الحوافي وحمرت من القعر. فانتي ولعي الشواية بتاعتك. هتاخد لها ممكن في حدود ربع ساعة او تلت ساعة. شايفين انا لقيتها حمرت من الحوافي والكلام ده. ولعت الشواية فهي خدت كده لون في النص بتاعها. واول ما طلعتها برضو رحت بقى ايه، لازم طبعا تسقيها بالشربات. ما تحطيش شربات كتير يا بنات، ما بتكونش محتاجة. هو بيكون ديسك خفيف جدا او طبقة كده بمعدل ممكن يكون سنتي. فانتي اول حاجة تسقيها الحوافي بالشكل ده عشان هي اللي بتبقى مليانة كنافة كتير ومحتاجة شربات. وبس بقى على كده. نيجي بقى يا بنات للكريمة. اول حاجة انا كان عندي كريمة في التلاجة، زي ما عملتها معاكو في كنافة اللي هي بالكريمة. هسيبلك اللينك في صندوق الوصف. تقدري بقى، لا هي دي كانت جامدة طبعا فكان قوامها بالشكل ده. تقدري تعملي الكريمة في نفس الوقت، وأول ما تهدى كده تروحي تحطيها على طول في ديسك الكنافة. وتقدري يا بنات تستبدليها بالكريم طبعا شانتيه او الكريمه اللباني وتضربيها وتحطيها برضو كده في ديسك الكنافه بالشكل ده. انا حطيتها زي ما انت شايفه في كيس، ورحت بقى ايه حطيتها في ديسك الكنافه وسويتها. طبعا هسويها كويس جدا بالمعلقه كده. حطي كميه محترمه لحد ما توصلي للحوافي بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهتسويها بقى بمعلقه او بسباتولا او باي حاجه. شايفين يا بنات؟
طبعا لو هي معمولة لسه طبعا طازة، فأول ما الكريمة كده تهدى وأول ما الطرت كمان يهدى شوية تروحي تحطي فيها الكريمة بتاعتك، فهتتساوى لوحديها وهتصبيها كده زي المهلبية بالظبط، وهتعملك وش وهتعملك طبق وهتعملك كل حاجة. نيجي بقى يا بنات للمانجا. زي ما انتوا شايفين دي مانجا كانت في الفريزر، فقشرت المانجا وهقطعها مكعبات بالشكل اللي انت شايفاه ده. المانجا اللي متفرزة مش احسن حاجة ان انت تحطيها على الكنافة بالمانجا. طبعا لو مانجا طازة هتكون احسن واحلى بكتير. المانجا المتفرزة يا بنات هتحطيها، لازم تحطيها قبل التقديم مباشرة، عشان لو انت حطيتيها وسبتيها طبعا كده فهي هتسيح، مكعبات المانجا دي هتسيح وهتعمل لك كده شوية سوائل على الوش، فالمنظر مش هيكون ألطف حاجة يعني. فانت لو عندك مانجا في الفريزر وهتقدميها فانت تحطي المانجا على الوش قبل التقديم مباشرة. شايفين يا بنات هتكون ترصي بقى مكعبات المانجا، تقدري ترصي مكعبات مانجا او تقدري تعملي بوريه مانجا، يعني تقدري تضربيه في الخلاط من غير اي سوائل ومن غير اي حاجة، وتروحي بقى حاطه ايه، حاطه المانجا على وش الطرت بتاعك. بس بقى يا ست الكل هنسيبه طبعا، لازم نحط في التلاجة، لازم يهدى الكريمة كمان تمسك كويس جدا، وبعدين بقى نقطعها او نقدمها بالشكل اللي انت هتشوفيه معايا. انا بقطعها الصراحة كده على طول في الصينية وبطلعها بالسباتيولا زي شريحة مثلا بيتزا، زي شريحة اي حاجة او جلاش او اي حاجة، فبتكون معاكي بالشكل ده. هي الكريمة بس طرية كده شوية علشان طبعا لسه عايزة تدخل جوه التلاجة. شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله، طبقة من الكنافة وبعدين الكريمة وبعدين المانجا. الطريقة دي لذيذة جدا، جربيها ان شاء الله هتعجبك وموفرة كمان. وابقوا قوليلي رأيك في الكومنتات، واستنيني في فيديو جديد. باي باي.